السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القصة ديال اليوم قصة واقعية وقعت في سنة 2018 في واحد المدينة. لا داعي لذكر هذه المدينة احتراما لمشاعر أهل الضحية. الغرض ديالنا هو نفهموا كيفاش تفكر المجرم وكيفاش تفكر الضحية. نبداو على بركة الله. واحد الشاب سميتو أمين، العمر ديالو 32 سنة، من عائلة غنية. هاد العائلة هادي جات واستقرت في واحد الفيلا في واحد الحي راقي. أمين كان قابل واحد الشركة ديال بواه، واحد الشركة تتبيع هذاك الشيء اللي تيتعلق بالتجهيزات الكهربائية، وكان كل صباح تيمشي بالطوموبيله ديالو الخدمة ديالو. واحد الصباح كان غادي للخدمة ديالو كيف العادة، هو يشوف واحد البنت. هذيك البنت كانت جميلة وكانت خارجة من واحد الفيلا. جات عينيه في عينيها، هو تيشوف وهي تتشوف وهي تبتسم ليه وتا هو ابتسم ليها وكمل الطريق ديالو. مرة أخرى تتبان ليه هاد البنت هاد البنت الجميلة، وقرر ينزل من الطوموبيله ديالو ويهضر معاها. منين نزل وهضر معاها لقاها حتى هي مستعدة تهضر معاه، حتى هي معجبة به. إذن كان الإعجاب من الطرفين. خدا من عندها رقم التليفون وهو عادها يتصل بها. أمين دوز النهار ديالو كامل هو تيفكر في هاد البنت اللي سميتها شيماء. البنت كانت جميلة وعجبته بزاف وعشقها. خرج معاها النهار الأول، خرج معاها النهار الثاني، وكلما خرج معاها تيزيد يرتبط بها ولا تيبغيها. وبعد أيام ولا تيحبها بجنون وقرر يتزوج بها. ناقش الموضوع مع والديه قالوا ليه الله يسخر، إلا عجبتك البنت نخطبوها لك ولدنا. وهذاك الشيء اللي كان. تدار واحد الخطوبة بحضور العائلة ديال أمين وعائلة ديال شيماء، وكل شيء تيدوز على خير وبخير. لكن واحد النهار تسمع أمين شي هضرة خايبة على بوات شيماء. تسمع أن بوها واحد الرجل خطير تيتاجر في المخدرات وعنده سوابق هدلية وعنده علاقات مع شي ناس مشبوهين وخطيرين. أمين تعيط على خطيبته شيماء، بغا يتأكد من هاد الهضرة هادي اللي سمع على بوها. شيماء تقول لأمين أن هاد الهضرة هادي اللي سمعتي على بوها هي هضرة حقيقية. أمين دار في شيماء وقال لها أنت عارفة بوك هكا وبقيتي ساكتة، كنتي تقولي لي الصراحة. شيماء قالت ليه هذاك با وهذاك شغله وهذيك حياته، مالك انت؟ البنت تدافع على بوها، وهو كنت يعتقد انها ما غاديش تعجبها هاد الفعيله ديال بوها، ولكن بان ليه العكس. البنت تفتخر ببوها وعاجبها بوها، واخا مجرم كبير وتيتاجر في المخدرات. هذاك بوها وهي من حقها تدافع عليه كما كانت الاحوال. لكن امين ما فهمش هاد اللغه، دار فيها وقال لها واش انت حمقى بوك تيديرو يفعل وتيخاطر براسو وبيك وبعائلته كلها وانت تتشجعيه. شيماء تقول ليه هذاك با وما شغلكش انت فيه. امين هنا كان خاصو يقرر واش يمشي في حالاته وينسى شيماء ويبعدها من حياته، ولا يصمت ويقبل امر الواقع ويكمل مع شيماء قصه الحب ديالو. امين كان تيبغي شيماء الى حد الجنون، هي حياته وما قدرش يحكم العقل ديالو، وقرر يبقى مع شيماء ويضحي باي شيء مقابل يكسبها. هو تيموت على شيماء وما يقدرش يتفارق معها، ولكن قال في نفسه انه مع مرور الوقت غادي تقتنع شيماء بالهضره ديالو وغادي تهضر مع بواها وتنصحو باش يتوب ويبعد من عالم الجريمه. وواحد النهار تقرر امين يمشي عند بوات شيماء ويواجهه ويقول ليه انه خصو يخطي هاد الشيء اللي تيدير ويقطع علاقته بهاد الناس المشبوهين. وهذاك الشيء اللي كان. مشى امين عند بوات شيماء وقال ليه انت عمي راجل محترم وحنا ولينا دابا واحد العائله وحده، وراه ما جاتش انا نرتبط بواحد العائله اللي السمعه ديالها سيئه. بارك عليك اللي فات مات ودير دابا مجاهله وتوب وخلينا نكملوا حياتنا انا وبنتك على خير وبخير. بوات شيماء بقى غير ساكت وتيشوف امين. امين قال صافي نمشي في حالتي، خليه يفكر، المهم اللي عندي قلتو ليه، ومشى في حالته. من بعد تيكتشف امين ان بوات شيماء مازال تيمارس ديك الاعمال الاجراميه ديالو. السيد مرونها، مره يبان مره يختفي، البوليس ديما تقلب عليه، الناس ديما تيشكيو به. المهم بوات شيماء مرونها. وتقرر امين يرجع عاوتاني عند بوات شيماء ويهضر معاه. تيمشي تيقلب عليه ما تيلقاش فين هو وفين مشى واش تيدير هذا الراجل، الله اعلم. امين تبدلات حياته ولا ما عارف ما يدير. هو تيحب خطيبته بجنون وما يقدرش يتفارق معاها. الدري تربط وحنا عارفين الحب ديال المراهق كي تيكون ما تيبقاش خدام العقل ديالو، العقل تيطفى، تتولي غير المشاعر والعاطفه هي اللي خدامه. امين قرر يدير المستحيل وما يتخلاش على شيماء، وبقى كل نهار تيطلب من الحبيبه ديالو توريه فين تيكون بوها، وهو مستعد يمشي عنده ويواجهو ويخاف عليه. منين شافتو شيماء مصره باش يتلاقى مع بوها ويهضر معاه، قالت لي صافي نوريك فين تيكون وتسير في ديك الساعه هضر معاه. وهذاك الشيء اللي كان. مشات واحد الليله هي وياه لواحد الفيلا، دخلوا ولقى بواب بالفعل كاين تما، وناض تيصح فيه قال لي انت عمي واحد راجل كبير وبعقلك
وبنتك ما شاء الله، ودير بوجه بنتك ورجع للطريق وخلينا نستغفروا بك. حنا دابا ولينا عائله وحده، ما بغيتش الناس يبقاو يهضروا فينا ويعايروا لا يا الفاعلين يا التاركين. الله يهديك عمي. بوات شيماء ما تيقول والو، غير تيشوف وتيسمع. امين طلع ليه الدم، هو يتور في الوجه ديال بوات شيماء وقال ليه مالك صاحبي تصوتي علينا؟ عييت انا ما نهضر معاك وانت اللي في راسك، انت الموت حسن ليك ولا هاد الحياه اللي عايش ما عايش انت، ما خليتينا حنا نعيشوا. انت خصك الحبس وخصك تربى، وبنتك غادي تمشي تعيش معايا ما عندها ما دير بواحد الاب في حالك انت. انا ما بغيتش ولاد واحد النهار يعرفوا ان جدهم شفار ونصاب ومجرم. المهم امين فرقع الرمانه وجبد هذاك الشيء اللي عنده. خطيبته شيماء عماته الى درجه انه كان استعد يقج بوه ويقتلو وتسنى منه. شيماء طبعا ما عجبهاش هاد الهضره اللي تقول على ابوها وهذا الاسلوب باش كتهضر معاه وهي تدور فيه. امين دفعها وخرج من الدار. واحد الليله تيتعطل امين على الدار، راح الليل امين ما جاش، تعيطوا عليه في التليفون ديالو تلقاو التليفون ديالو مطفي. والديه بقاو تيتسناو دابا يجي دابا يبان. الساعه الدري ما بانش وما جاش. والديه ما داهمش النعاس هذيك الليله، ولدهم امين مولفش يتعطل ولا تيبات خارج الدار. فين مشى امين؟ قالوا يقدر يبان في الصباح. جا الصباح جا الظهر، ساعه امين ما بانش. تيتصلوا بشيماء خطيبته وتيسولوها واش كان معاها واش شافته. شيماء تقول لهم انها ما شافتوش هاد يومين. هنا تقرر بوات امين يمشي عند البوليس. مشى وخبرهم ان ولده ما جاش للدار البارح وخايف تكون وقع عليه شي حاجه. البوليس دار الاجراءات ديالو وقال للاب ديال امين انهم في حاله لقاوه راه غادي يتصلوا به. مشى بوات امين تيقلب على ولده، تيسول كاع الناس اللي تعرفوه، قلب هنا قلب هنا، ساعه ما لقى حتى شي حاجه. القضيه بدات تصعب، فين مشى الدري؟ ياك ما وقعت ليه شي حاجه. والديه كانوا متاكدين انه مستحيل امين يمشي لشي بلاصه بلا ما يخبرهم، ثم انه عمره ما تعطل ولا بات خارج الدار. والديه تيخافوا عليه وتخرجوا ثاني تيقلبوا على ولدهم، مشاو تيسولوا عند الاقارب والمعارف ديالهم ياك ما شافوه، سولوا الاصدقاء ديالو وصحابه وسولوا الناس ديال الحي، وحتى واحد ما عطاهم شي معلومه على ولدهم. امين اختفى، وهنا عاوتاني غادي يرجعوا عند البوليس وتيلحوا عليهم ينوضوا يقلبوا على الولد ديالهم. ما يمكنش امين يتعطل يومين على الدار وما عارف ولدهم مزيان. امين ما عمرو تعطل على الدار ولا بات خارج الدار، اكيد ان امين واقع عليه شي حاجه. البوليس متاكد ان القضيه اصبحت غامضه وانه ربما امين يكون تعرض لشي خطر، غادي يباشر الاجراءات القانونيه ديالو. وغادي يستمعوا اولا لتصريحات والديه. من خلال التصريحات ديالهم البوليس غادي ياخذوا عده معلومات حول شخصيه امين، وغادي نعرفوا انه كان تيبغي واحد البنت وخاطبها ومن بعد اختفى. ولحسن الحظ ان امين ما كانش يخبي شي حاجه على والديه، وكان تعاود لهم كل شيء ان بوات شيماء خطيبته انه واحد الراجل خطير وتيمارس جميع الاعمال الاجراميه. البوليس غادي يستدعي شيماء وتيطرح عليها عده اسئله. شيماء تتصرح للبوليس انها ما شافتش امين وهذه شي يومين مخاصمه معاه. منين سولوها البوليس على سبب الخصام بيناتهم قالت لهم احنا تخاصمنا لاسباب تافهه، امين غير عليا وامين تيدخل في حياتي وتدخل في الحريه ديالي، هادشي اللي كاين. البوليس كانت عنده معلومات كثير على بوات شيماء. السيد عنده سوابق عدليه ومعروف عندهم بانه رجل خطير وعنده علاقات مع مجرمين كبار وخطيرين، وهذا الراجل هذا ماشي سهل ويقدر يدير اي جريمه بلا ما يتردد. هنا غادي تطرح واحد السؤال، امين مرتبط وخاطب واحد البنت اللي تنتمي لواحد العائله عندها سوابق وتاريخ في الجريمه، وهو دابا مفقود وما معرفش فين كاين، وعائلته تتصرح انه مستحيل يمشي لواحد البلاصه بلا ما يعلمهم. البوليس غادي يربط المعطيات مع بعضياتها وغادي يوجهوا الاتهام في قضيه اختفاء امين الى بوات شيماء. غادي يمشيو وغادي يجيبوه وغادي يحقوا معاه. وخلال التحقيق بوات شيماء تصرح انه لا علاقه له بقضيه اختفاء خطيب بنت امين، ومستحيل يأذيه لانه هو زوج شيماء في المستقبل وتعتبره بحال الولد ديالو وجزء من عائلته. البوليس ما غاديش يقتنع مع الهضره، وخاصه كما قلنا ان بوات شيماء رجل خطير ويقدر يكون تيكذب وتيراوغ البوليس. قلبوا الفيلا ديال بوات شيماء على شي دليل له علاقه باختفاء امين، تيمشيو تيقلبوا الفيلا مزيان وما تيلقاو والو. منين ما لقاو حتى شي دليل ضد بوات شيماء تتلقوه يمشي في حاله، وتتبقى قضيه اختفاء امين لغز غامض، ما كاين معلومات وما كاين دلائل، والقضيه غادي تزيد تعقد. واحد النهار تيجي شي عمال ديال النظافه لعند البوليس وتخبروهم انهم والفين تيقوموا بنظافه واحد الحي من الاحياء الراقيه، ولكن مؤخرا لاحظوا واحد الريحه كريهه وغريبه تخرج من واحد الفيلا مهجوره. البوليس تمشوا لهاد الفيلا وتكتشفوا انه بالفعل كاين واحد الفيلا مهجوره ومهمله في واحد الحي راقي، وللوهله الاولى تشموا واحد الريحه كريهه جدا.
تخرج من هذه الفيلا وتاكد لهم ان هذه الريحه هذه غادي تكون ديال شي جثه بشريه، لانه عندهم واحد التجربه في هذا الشيء هذا، وتيقدروا يميزوا بين الريحه ديال جثه حيوان وريحه جثه انسان. غادي تعلم النيابه العامه بالمعطيات الاوليه، وعلى اثره خداو اذن باقتحام هذه الفيلا المهجوره. تتحضر السلطات ورجال الوقايه والطبيب الشرعي، وملي تيدخلوا تلقاو واحد الجرده مرونه وعليها اثار ديال الحفير. في هذه البلاصه هذه اللي فيها الاثار ديال الحفير غادي يحفروها وغادي يكتشفوا واحد الجثه متحننه ومتعفنه مدفونه بالملابس ديالها. شكون هاد الضحيه اللي في هذه الحفره؟ تيديروا البوليس المعاينه ديالهم وتيسلموا جثه الضحيه لسيارات الاسعاف اللي غادي تديه طبعا لمستودع الاموات. وامام استحاله اخذ بصمات الضحيه نظرا لتعفن الجثه، ما قدروش البوليس يعرفوا لمن تعود هذه الجثه، لكن الطبيب الشرعي غادي يقدر يحدد عمر وجنس الضحيه. تيقول في التقرير ديالو ان الجثه تعود لشاب في عمر الثلاثينات. البوليس عارفين بانه واحد الشاب سميتو امين راه تتقلب عليه العائله ديالو، اختفى في واحد الظروف غامضه هذه 10 ايام، ووالديه تيقلبوا عليه ورشحوا انه يقدر هاد الضحيه هذا يكون هو امين. علاش؟ لانهم لاحظوا واحد الحاجه مهمه، لاحظوا ان ملابس الضحيه ملابس من النوع الفاخر، ملابس عليها ماركات عالميه، وكاينه ساعات يد غاليه الثمن. وما نساوش ان امين تينتمي لواحد العائله غنيه. تستدعيو والدي امين وتمشوا معاهم لمستودع الاموات، وهناك تتكون الصدمه الكبيره. هذا امين ولدهم وعرفوه من خلال الملابس ديالو الساعه اللي في يديه. وتخيلوا معايا كيفاش غادي تكون رده فعل هاد الوالدين مساكن اللي نعرفوا هاد الجثه ديال ولدهم. هذه اكبر مصيبه غادي تصيبهم الى درجه الاغماء، كل شيء تيبكي وكل شيء تيغوت، وغادي تخيم واحد الاجواء حزينه ورهيبه. البوليس اخيرا تعرف سبب اختفاء امين، والسبب هو انه كان مقتول ومدفون في واحد الفيلا مهجوره، وتا واحد ما جاب خباره حتى عطات ريحه الجثه. واول سؤال غادي تطرح هنا ديال من هذه الفيلا، ومن خلال مصلحه المحافظه العقاريه تعرفوا ان هذه الفيلا تعود ملكيتها لبوات شيماء. البوليس تيلقى القبض على بوات شيماء وتيجيبوا عنده وتحقوا معاه، وتيواجهوه بان جثه امين تلقات مدفونه في الفيلا ديالو، وطلبوا منه يعترف بالجريمه وبلا ما يبقى يتلاعب ويراوغ. بوات شيماء تينكر التهمه الموجهه اليه، وتيصرح ان الفيلا المهجوره ديالو وفي الملكيه ديالو، لكن هو ما كانش عارف بان الجثه ديال الخطيب بنته مدفونه في الفيلا، لان هذه الفيلا هذه قليل فين تيمشي لها هو، واخر مره شافها هذه شهر وهو مستغني عليها ولا يبيعها. لكن البوليس كما قلنا كانوا عارفين مع من تيتعاملوا. بوات شيماء رجل غامض وخطير، وحاصروا بعده اسئله وسولوه فين كان يوم وساعه اختفاء امين. هو تيقول لهم انه كان مسافر لمدينه تطوان، وكان شاد الاوتيل لمده 3 ايام. تيسولوه علاش مشيتي لمدينه تطوان؟ تيقول لهم انه تيملك شي عقارات في تطوان وداز وقدا شي غارات في المحافظه العقاريه، هو الموثق المحامي. البوليس تيدير التحريات ديالو وتلقى بالفعل ان بوات شيماء كان شاد الاوتيل بصح لمده 3 ايام في تطوان، وقدا بالفعل شي اغراض في المحافظه العقاريه، وكانت عنده وثائق تثبت صحه كلامه. اش تعني هذا؟ تعني بان بوات شيماء ما كانش حاضر يوم وساعه اختفاء امين. لكن السؤال المحير هنا، جثه امين تلقات في الفيلا ديالو، وهذا دليل قاطع بان بوات شيماء متورط في الجريمه. شيماء ملي شافت بوها تورط غادي تقول واحد المعلومه خطيره للبوليس. غادي تقول له انا سيدي غادي نعاود لكم كل شيء. نهار غادي يختفي امين راه كان معايا في الفيلا المهجوره ديال بابا، وكنا انا وهو في واحد العلاقه حميميه حتى دخل علينا ولد عمي وحصلنا، ووجه عده طعنات قاتله لامين. انا كنت خايفه ومصدومه من هذا الشيء، وهددني ولد عمي الا غوت ولا هضرت غادي يقتلني حتى انا، وطلب مني نعاونو نخرج الجثه ديال امين للحديقه. تما حفروا واحد الحفره ودفن جثه امين. من بعد قال لي سيري بحالك دابا وكوني هانيه، انا اللي غادي نتزوج بيك بغيتي ولا كرهتي، ولا مشيتي عند البوليس وعلمتيهم بهذا الشيء اللي شفتي غادي نعاود البوليس جميع الاسرار ديال بواك. حتى بوا قتال. تتقول البوليس انها خافت يفضح بواها وسكتات. البوليس تيعتقلوا ولد عم شيماء وتيواجهوه بالشاهده شيماء. تينهار وتعترف في الاخير بانه هو اللي قتل امين ودفنوه في الجرده ديال الفيلا المهجوره. تيسولوه البوليس علاش قتلتيه؟ تيقول لهم انا سيدي تنكرهه وحصلته في علاقه حميميه مع بنت عمي وما شعرتش براسي حتى قتلته. تقدموا ولد عم شيماء الى المحكمه مرفوقه بالاعترافات ديالو، وكذلك شيماء التي تستترت عن الجريمه، وحكمت المحكمه على قاتل الشاب امين بالمؤبد، وحكمت على شيماء ب5 سنوات سجن نافذا. لكن المرعب في الامر انه واحد النهار تتصل واحد الشخص مجهول بالبوليس وتخبرهم ان عده جثث مدفونه بالفيلا المهجوره. تمشيو البوليس للفيلا المهجوره للتاكد من صحه الخبر،
وتكتشفوا واحد الكارثه. تكتشفوا بالفعل ان هناك 3 جثث مدفونه بحديقه الفيلا المهجوره، وهاد 3 وتلقاوهم جثث ديال 3 ديال الشبان كانوا حتى هما تيقلبوا عليهم والديهم منذ 3 سنوات. تيمشي البوليس باش يعتقل بوتشيماء، ولكن بوتشيماء هرب واختفى، وتحررت مذكره بحث في حقه، ولكن السيد اختفى بصفه نهائيه وما لقاوش البوليس الاثر ديالو. من بعد واحد التحريات طويله تتاكد البوليس ان بوتشيماء غادر البلاد الى وجهه غير معلومه، وتم ذلك عن طريق وثائق مزوره من بعد ما تفضح الامر ديالو وبانه متورط في جرائم قتل. اما بنت شيماء تيقولوا انها من بعد ما قضات العقوبه الحبسيه ديالها اختفت حتى هي عن الانظار، وغادرت حتى هي البلاد الى وجهه غير معلومه. حتى لهنا تنكونوا سالينا القصه ديالنا. يلا تهلاو في راسكم، تنتلاقاو في شي قصه جديده.